السلام عليكم. لو داخل الفيلم الجديد لسبايدر مان ومحتاج تفتكر كل التفاصيل اللي حصلت في رحلته، او حتى لو ما اتفرجتش على الافلام اللي فاتت ونسيتها، الفيديو ده معمول ليك مخصوص على مقاسك يا راجل يا طيب. في الفيديو ده هنلخص بالترتيب كل الاحداث والمحطات المفصليه اللي مرت بيها شخصيه بيتر باركر في عالم مارفل، بدايه من كواليس انضمامه للشركه، وبدايه من نقطه الصفر ليه لحد ما وصل ورجع تاني في الاخر لنقطه الصفر. فممكن تعتبرها كده الكبسوله او المراجعه النهائيه قبل دخول فيلم سبايدر مان براند نيو داي. كل التحيه طبعا للمراجعه النهائيه، بس النهارده مراجعه ليله الامتحان هتبقى عندنا، وهنقسمها على كذا محطه عشان ما تتوهش مني، والريتم هيكون سريع عشان عارفك مزنوق قبل ما تخش الفيلم ومحتاج لبوسه ليله الامتحان. ففوق كده معايا وانزل لي بالديفي بتاعنا. ديفي. مبدئيا بس كده انا جايلك بثلاث اعذار. اول عذر دور البرد اللي عندي، تاني عذر كوبايه الليمون اللي جنبي عشان اعرف اكلمك، وتالت عذر النجار اللي شغال قدامي. فاعتقد ثلاث اعذار يستحقوا لايك واشتراك من الاول كده. طيب المحطه الاولى، قبل ما نحكي الاحداث لازم نعرف ان حقوق سبايدر مان كانت وما زالت ملك لشركه سوني، لكن في 2015 مارفل وسوني عملوا صفقه تاريخيه تسمح لسبايدر مان يدخل عالم مارفل السينمائي، بس الارباح وسيطره العرض تفضل مع سوني. بيظهر بيتر باركر لاول مره وهو مجرد طالب مراهق في المدرسه الثانويه، عايش مع عمته ماي في كوينز، وبيحاول يساعد الناس في الشارع بامكانيات بسيطه. توني ستارك اللي هو ايرون مان بيكتشف هويته وبيزوره في البيت عشان يجنده في فريقه ضد كابتن امريكا في فيلم سيفل وور، افنجرز سيفل وور. توني بيدي لبيتر بدله متطوره جدا، وسبايدر مان بيسافر المانيا وبيشارك في معركه المطار الشهيره، وبيثبت كفاءه عاليه جدا رغم صغر سنه قبل ما يرجعه توني لبيته ويطلب منه يركز في دراسته. المحطه الثانيه، هوم كامينج، سبايدر مان هوم كامينج. هنا بنبدا اول فيلم مستقل لسبايدر مان في عالم مارفل السينمائي. بيتر مستني توني ستارك يناديه لمهام كبيره مع الافنجرز، لكن توني بيطنشه وبيكلفه بمتابعه الشارع وبس. بيتر بالصدفه بيكتشف عصابه بتبني اسلحه متطوره جدا من بقايا تكنولوجيا الفضائيين اللي هي بقايا معركه نيويورك لو فاكر، وبيقود العصابه دي شخص اسمه ادريان تومز او فولتشر. بيتر بيقرر يطارد العصابه بنفسه بدون اذن، وبسبب تهوره بتحصل حادثه في عباره مائيه والعباره بتنقسم نصين، وتوني ستارك بينقذ الموقف وبيسحب منه البدله المتطوره كعقاب ليه. الصدمه الاكبر بتحصل لما بيتر بيروح ياخد حبيبته ليز لحفله المدرسه، وبيكتشف ان ابوها هو نفسه فولتشر. فولتشر بيكشف هويه بيتر وبيهدده، لكن بيتر بيقرر يواجهه وهو لابس بدلته القديمه القماش. فولتشر بيوقع عليه مبنى كامل، وبيتر بيعدي بلحظه انكسار ماديه ونفسيه وبيقدر يرفع الانقاض بقوته وبيهزم فولتشر وينقذ حياته كمان. في النهايه توني ستارك بيقتنع بيه وبيعرض عليه ينضم رسميا للافنجرز، لكن بيتر بيرفض ويقرر يفضل بطل الشارع. رشفه ليمون زيك. المحطة الثالثة، المستوى بيعلى تماما وسبايدر مان بيلاقي نفسه في قلب حرب كونية في انفينيتي وور. الكائنات الفضائية التابعة لثانوس بتهجم على نيويورك. بيتر بيلمح المركبة وبيطاردها للفضاء. توني ستارك بيبعت له بدلة ايرون سبايدر المزودة بأذرع معدنية وتقنيات عالية عشان تحميه. بيتر بيطير مع توني ودكتور سترينج الكوكب تايتن، وبيحاربوا ثانوس في معركة ملحمية، لكن ثانوس بيجمع الأحجار وبيعمل الفرقعة الشهيرة اللي هي السناب. بيتر بيختفي ويتلاشى الرماد في احضان توني ستارك في واحده من اكتر اللحظات حزنا وتاثيرا. بعد 5 سنين في فيلم اند جيم، افنجرز اند جيم، الافنجرز بيسافروا عبر الزمن وبيرجعوا الاحجار، وبيتر بيرجع يعيش من جديد مع كل اللي اختفوا. بيشارك في المعركه النهائيه وبيتقابل مع توني ستارك في عناق مؤثر، لكن الفرحه ما بتكملش. توني بيضحي بحياته وبيستخدم الاحجار عشان يهزم ثانوس، وبيتر بيقف يودع ابوه الروحي في جنازته. حاسس ان انا جيت عليك شويه بالسرد السريع ده عشان انا فاكر انا اتاثرت ازاي لما سمعت الفيلم ده. المهم انا عارف ان انا اختصرت اختصار مخل جدا 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 في الاحداث بتاعت اتنين من اهم واعظم افلام السوبر هيروز في التاريخ، اذا ما كانوش هما الاهم والاعظم بعد دارك نايت. ده لو اعتبرت ان دارك نايت والسلسله بتاعته اصلا سوبر هيروز دول بره التقييم. بس انا زي ما قلت لك عايز اسرد لك الاحداث من غير تفاصيل كتير عشان دي ليله الامتحان ومفيش وقت نخش في تفاصيل. بس كده كده هيبقى في فيديوهات تفصيليه اكتر لقدام عن الحاجات دي كلها ان شاء الله. انا عايز اديك الحاجات اللي هتهمك في فيلم سبايدر مان الجديد. خلينا نكمل. المحطه الرابعه، رشفه ليمون يعمل زي ده. فار فروم هوم، سبايدر مان فار فروم هوم. بيتر بيحاول يتجاوز حزنه على توني ستارك ويرجع لحياته الطبيعيه. في الفيلم ده بيتر بيطلع رحله مدرسيه لاوروبا، وكان عايز يسيب البدله ويوضح مشاعره لزميلته ام جي، لكن نيك فيوري بيظهر وبيطلب منه المساعده في مواجهه كائنات بتدمر المدن اسمها إليمنتال. في الرحله بيبان شخص جديد اسمه كوانتم بيك او مايستيريو، بيمثل انه بطل خارق جاي من عالم تاني، كون موازي على كلامه. بيتر بسبب قله خبرته وحزنه بيدي الميستيريو نظاره توني ستارك الذكيه اللي هي ايديث، اللي بتتحكم في اسلحه واقمار صناعيه فتاكه. بيتر بيكتشف متاخر ان ميستيريو مجرد موظف سابق وساخط عند توني ستارك، وبيستخدم تكنولوجيا الهولوجرام والمسيرات عشان يخدع العالم. بيتر بيمر بمواجهه صعبه جدا ضد الاوهام، بس بيعتمد على حاسه العنكبوت السبايدر سينس وبيغلب ميستيريو. الصدمه بتحصل في المشهد الختامي للفيلم. ميستيريو قبل ما يموت بيسجل فيديو مفبرك بيبثه الاعلامي جيمسون بيكشف فيه ان سبايدر مان هو بيتر باركر، ويتهمه بان هو اللي قتل ميستيريو ودمر لندن. Spider-Man's real name is Spider-Man's name is Peter Parker. What the مع العلم ان مواطنين لندن كانوا بيحبوا ميستيريو عشان اتخدعوا فيه هم كمان.
المحطة الخامسة نو واي هوم. هنا بنوصل للفيلم الأهم والأعظم اللي بيحدد شكل المستقبل. حياة بيتر بتتدمر تماما، الشرطة بتمسكه والناس منقسمة حواليه، وأصحابه نيد وإم جي اترفضوا من الجامعة بسبب علاقتهم بيه. بيتر بيروح لدكتور سترينج ويطلب منه يعمل تعويذة سحرية تخلي العالم ينسى إن بيتر باركر هو سبايدر مان. وهو بيعمل التعويذة بيتر بيفضل يتدخل ويتكلم عشان يستثني أصحابه وعمته، فالتعويذة بتبوظ وبتبدأ تسحب كل شخص من العوالم الموازية عارف هوية سبايدر مان. ركز معايا. بيظهر اشرار من سلاسل سبايدر مان القديمه زي دكتور اوكتوبوس، جرين جوبلين، الكترو وساند مان. بدل ما يرجعوا الاشرار عشان يموتوا في العالم بتاعتهم، بيتر بياخد قرار يعالجهم نفسيا وجسديا الاول يا مزاجك. بس جرين جوبلين بيغدر بيه وبيقتل العمه ماي، وفي اضعف لحظاتها بتقول لبيتر الجمله الايقونيه with great power comes great responsibilities اللي اتكلمنا عنها وعن تاريخها في الفيديو اللي قبل ده، اللي اتكلمنا فيه عن سبايدر مان توبي ماجواير وقصه افلاس مارفل في التسعينات وليه اصلا سوني هي المالكه لحقوق سبايدر مان مش مارفل. طب بص على الفيديو ده. بيتر بيبدا ينهار ويعيش مشاعر انتقام، لكن بيكتشف ان نيد وام جي جابوا له مساعده، نسخ سبايدر مان من العوالم الثانيه، توبي ماجواير واندرو جارفيلد حبايبه. الثلاثي بيجتمعوا في معركه تاريخيه عند تمثال الحريه وبيعالجوا كل الاشرار. بس السما بتبدا تتشقق والكون كله بينهار بسبب التعويذه المكسوره. بيتر بياخد قرار نهائي والاكثر تضحيه، بيطلب من دكتور سترينج يعمل تعويذه جديده واخيره، تعويذه تخلي العالم كله ينسى وجود بيتر باركر اصلا. وعشان افهمك اشمعنى التعويذه دي اللي هتشتغل وهي اللي هتخلي كل الناس تنسى بيتر باركر، فركز معايا في الكلام اللي جاي ده. رشفه ليمون. الفيلم شرح موضوع التعويذه باسلوب قائم على قوانين السحر والمالتيفيرس. ركز معايا. بشكل مبسط الفكره مش في اصلاح الكون كشيء مادي، بل في الغاء السبب اللي خرب الكون من الاساس. بص، التعويذه الاولى اللي عملها دكتور سترينج كانت بهدف خلي العالم ينسى ان بيتر باركر هو سبايدر مان، تمام؟ لما بيتر قطع التعويذه كذا مره، التعويذه باظت وبقت بتسحب اي حد في اي عالم تاني عنده معلومه ان بيتر باركر هو سبايدر مان، زي دكتور اوكتوبوس والكترو وتوبي واندرو. التعويذه المكسوره بدات تفتح الفجوات الزمنيه بشكل خارج عن السيطره، وكل الكائنات والاشرار من كل العوالم اللي يعرفوا سر بيتر باركر ان هو سبايدر مان كانوا خلاص هيدخلوا عالم الام سي يو وبيدمروا النسيج الكوني. الحل السحري بقى كان ايه؟ طالما المغناطيس اللي بيجذب الاشرار والتهديدات دي كلها لعالمنا هو اسمه وشخصيه بيتر باركر، كان الحل الوحيد انه يلغي المفهوم ده تماما من الكون. التعويذه الثانيه والاخيره كانت خلي العالم كله ينسى ان في شخص اصلا اسمه بيتر باركر. بمجرد ما السحر مسح شخصيه بيتر باركر من ذاكره كل العوالم والكون، اتوقف الشد والجذب. الاشرار والنسخ الثانيه من سبايدر مان ما بقاش عندهم نقطه جذب في العالم ده، فرجعوا فورا لعوالمهم الاصليه. الفجوات اتقفلت، الشقوق في السماء اتقفلت لان السبب اللي كان بيشد العوالم لبعضها خلاص اتلغى. كده ايه اللي اتغير ماديا بعد التعويذه؟ سبايدر مان موجود عادي، العالم فاكر ان في بطل خارق بيلبس ماسك اسمه سبايدر مان وحارب مع الافنجرز في معركه ثانوس ونزل مع الحركه في المانيا، بس بيتر باركر هو اللي اتنسى. كل الوثائق، الصور، الاوراق الرسميه وذكريات الناس زي ام جي ونيد ودكتور سترينج اتمسح منها اسم وصوره بيتر باركر. باختصار العالم اتصلح لان بيتر باركر كان هو الثقب السحري اللي بيمط العوالم لبعضها، فلما اتمسح بيتر من الذاكره الكونيه الفجوه اتقفلت والكون رجع للاتزان تاني. يعني نفهم من كده يا راجل يا سكاوتر ان التعويذه دي بالذات ان العالم كله ينسى بيتر ما كانتش اونطه يعني عشان نعمل فيلم جديد بشكل جديد وتبقى نهايه جامده للفيلم وبراند نيو داي وكده. يعني هو بص التعويذه منطقيه عشان تحل امور لو فكرت فيها بشكل منطقي، بس يعني صباح الفل دي الراسماليه، واكيد يعني الاختيار ده للتعويذه دي كان لاسباب ماديه للشركه، ما انت مش طفل يعني في السادسه من عمرك ومش عارف ايه اللي فيها يعني. المهم التعويذه بتنجح، الاشرار وسبايدر مان التانيين بيرجعوا لعوالمهم وبيتر باركر بيصحى في عالم ما فيهوش ولا شخص يعرفه، ام جي ونيد مش فاكرينه، دكتور سترينج والافنجرز ما يعرفوش مين هو، بيتر بيقرر يدافع عنهم من بعيد وما يقولش الام جي الحقيقه عشان يحميها على الاقل الى هذه اللحظه من الفيلم قبل نزول الفيلم الجديد. وبس كده يا راجل يا طيب، كده معاك كبسولة عبير لضمان التقدير، او ملخص ورك البورس لتجنب السمر كورس، او اماني لتجنب الدور الثاني، انت وذوقك يعني، كلها ملخصات بتاعت ليله امتحان يعني، انت مش غريب عنها يعني، انت اساسا ناجح بسببها. المهم ان معاك كل الضروريات والاحداث اللي تخليك تخش تسمع الفيلم الجديد وانت فاهم على الاقل 80% من الحاجات اللي هتحصل. تقول لي ليه بقى مش 100%؟ انت بتنصب عليا يا راجل يا سكاوتر. يعني يا راجل يا محترم، عايز تخش ب 100% وانت مخلص فيديو 10 دقايق؟ عايز الاي بلس وانت لسه عارف اسم الماده في ليله الامتحان؟ الكلام يعني برضه عشان تكون فاهم الدنيا، في كلام عن مسلسلات ديردفيل، عن ذا بانشر، عن الفيلم الساعه اللي نزل لذا بانشر، فالحاجات دي كلها برضه مهمه. ما تنساش بقى تسيب اي احداث تانية انت حاسس انها هتبقى مهمه للي هيحضر الفيلم في الكومنتات عشان نحاول اننا نبقى عملنا عمل متكامل للفيلم الجديد. وانتظر مراجعه ليله الامتحان الافلام الجايه، ومساءك فل يا غالي.